يحل الهلال السوداني ضيفا ثقيلا على يانغ أفريكاز التنزاني ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري مجموعات أبطال أفريقيا 2025. تنطلق المباراة عصر اليوم في 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بنيامين مكابي الوطني في تنزانيا. وتعتبر المباراة الافتتاحية في دور المجموعات هي التي ستحدد مسار الفريق في المباريات القادمة. ويقع الهلال في المجموعة الأولى التي تضم مازيمبي الكنغولي ويانغ أفريكاس التنزاني ومولودية الجزائري. ويأمل النادي الأزرق هذا الموسم في تجاوز دوري المجموعات، خصوصا بعد خروجه من دوري المجموعات في آخر 5 مشاركات على التوالي، وهي المشاركات التي لم ترضي طموح الجمهور وعشاق النادي الأزرق. الهلال هذا الموسم استعد جيدا لهذه البطولة، قام بتدعيم صفوفه بأميز اللاعبين في القارة الأفريقية، وأيضا المشاركة في الدوري الموريتاني التي ستقدم له الكثير والكثير في هذه البطولة. علما أن الفريق في آخر موسمين كان يشارك في دوري أبطال أفريقيا، والدوري السوداني كان متوقفا بسبب الحرب والمشاكل السياسية. لكن هذا الموسم عشاق النادي الأزرق يأملون في تقدم الفريق في دوري المجموعات والتأهل للدور التالي، وبعد ذلك لكل حدث حديث. خروج النادي هذا الموسم من دور المجموعات يعتبر فشل كبير جدا لمجلس الإدارة واللاعبين والكرة السودانية، ويرى الكثير من الخبراء الرياضيين أن هذه المجموعة تعتبر مجموعة متوازنة جدا، وحظوظ كل الفرق متساوية جدا في التأهل والوصول للأدوار الإقصائية. كل التوفيق لنادي الهلال في العودة بنتيجة إيجابية ومواصلة الانتصارات للتأهل للأدوار النهائية من دوري أبطال أفريقيا.